السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوتي وأخواتي الكرام. نتمنى راكم بخير وعلى خير، وإن شاء الله ربي يدوم علينا وعليكم الصحة والستر. اليوم حبيت نحكي معاكم على موضوع مهم بزاف، موضوع راهو دار بزاف كلام في الشارع وفي مواقع التواصل، اللي هو الزيادات في الأجور والمعاشات والميزانية جديدة اللي راهي مصنفة كأكبر ميزانية عرفتها الجزائر من الاستقلال، واللي راح تكون ميزانية سنة 2026. بزاف ناس شافوا العنوان ميزانية مضخمة وقالوا ايه بصح وين راهم الزيادات؟ ما شوفنا والو، ما حسينا بوالو. وهنا لازم نوضحوا الأمور شوية باش الصورة تكون واضحة للجميع. أولا، الميزانية ماشي غير للأجور والتقاعد والمنح، لا، الميزانية تشمل كل القطاعات الحيوية في البلاد: قطاع الدفاع الوطني، قطاع التربية والتعليم، قطاع الصحة، وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وقطاعات أخرى كما الطاقة، السكن، النقل، الفلاحة. يعني كل وزارة راح يكون عندها نصيبها من الميزانية حسب الأولويات والاحتياجات. لكن هذا ما يمنعش باللي الأجور والتقاعد والمنح راهم من أولويات الدولة، والرئيس شخصيا كان واضح كي قال باللي الزيادات راح تتواصل ومشي وعود فارغة، بل التزامات رسمية راح تتنفذ إن شاء الله خطوة بخطوة. الرئيس قالها بصريح العبارة: أنا التزمت نوصل زيادات الأجور إلى 100%. اليوم رحنا في 47%، والباقي 53% راح نكملها تدريجيا حسب ظروف البلاد. يعني راه الهدف واضح والمخطط موجود والنية صافية. ثاني حاجة، نعرف باللي بزاف ناس تقولك رانا ملينا من الانتظار، ما شفنا والو، ما حسينا بوالو. بصح يا جماعة لازم نفهموا حاجة مهمة: الدولة ما توقفش، والدورة الاقتصادية الكبيرة كما هذه تحتاج وقت وتنظيم، ماشي حاجة تصرى بين ليلة ونهار. كاين دراسات، كاين مراجعات، وكاين أولويات مالية لازم تتوزع بالعدل بين القطاعات. حاجة أخرى مهمة بزاف بالنسبة للمتقاعدين: كاين اللي لاحظ باللي الزيادة السنوية تأخرت شوية، بس هذا ما يعنيش باللي راحت، لا، راح يخلصوها بأثر رجعي. يعني كل شهر ما تخلصوش راح يتجمع ويتعطى في شكل رابيل، يعني مخلفات مالية، كما صار بزاف مرات من قبل. عام يفوت ولا شهر يتأخر، وفي الآخر الناس تدي حقها كامل. وهذا الشيء مول فيسرة، ماشي جديد، الناس تعرف النظام هذا وتعرف باللي في الأخير الحقوق ما تروحش. كاين بعض الناس في التعليقات ولا في الشارع يقولك راك تستنى في باطل، ما كان لا زيادات لا والو. بس نقولكم حاجة من القلب: لا، كاين زيادات وكاين نية حقيقية باش تتحقق، والدولة راهي ماشية خطوة بخطوة، بلا بهرجة، بلا وعود كاذبة. الأمور تمشي على حساب الإمكانيات والظروف. وما ننساوش باللي الجزائر اليوم واقفة في ظروف اقتصادية عالمية صعيبة بزاف، ومع ذلك قدرت تحقق نسب تضخم منخفضة بزاف، أقل من 4%، وتحافظ على استقرار الدينار والأسعار مقارنة بدول أخرى. الحاجة اللي لازم نفتخر بها اليوم هي باللي الدولة الجزائرية تحاول ترفع القدرة الشرائية للمواطن وتدعم كل الفئات: العمال، المتقاعدين، البطالين، الطلبة، وحتى أصحاب المنح الاجتماعية. كل فئة راح يجي دورها إن شاء الله، وبالتدريج راح نحسوا بالتغيير في الجيب، ماشي في الوعود فقط. وهنا نحب نقول كلمة حق، ماشي لأننا نحب نطبلوا ولا نبروا، لا، بس كي تكون حاجة تبشر بالخير لازم نقولوها ونشجعوا الناس يصبروا شوية، لأنه الخير جاي بإذن الله. وفي النهاية نحب نقول حاجة مهمة بزاف: الهدف ماشي غير زيادة الأجور، الهدف هو تحسين المعيشة بصفة عامة، يعني رفع القدرة الشرائية، التحكم في الأسعار، وتخفيف الضغط على المواطن. وهذا الشيء راهو يخدم فيه كل يوم الوزير الأول مع الوزراء والمالية والقطاعات المختلفة. فيا خوتي، ما نطيحوش في فخ الإشاعات، وما نسمعوش الكل من يحب يحبط فينا. نخليو الثقة في بلادنا وفي رئيسنا، ونقولها دايما: مسألة وقت، واللي يصبر ينال. تحيا الجزائر، وتحيا كل يد تخدم وتبني، ورب إن شاء الله يجيب الخير ويعطينا بركة في كل خطوة. كان معكم المعاش دي زيد. خليوا التعليقات متاعكم تحت، وشاركوا الفيديو باش توصل المعلومة لكل جزائري وجزائرية.